السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب الصف الثاني الحلوين. صف ثاني القدس من مدرسة دار السلام الخاصة. لدينا يا أبطال هنا فزورة، من يغني معي؟ حزازير فزازير واللي بحذر بيبقى كبير، يلا نحذر حزيرة والشغلة بدها تفكير. جاهزين؟ جاهزين. من أنا؟ أعالج المرضى وأهتم بهم وأكتب لهم الدواء. الطبيب، أحسنتم. إذا يا أبطال الحلوين، عنوان درسنا اليوم طبيبة القرية. اقرأوا ورايا العنوان يا تاني: طبيبة القرية. والآن هيا بنا نقرأ الدرس يا أبطال. هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى. هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى. هيا نقرأ. طبيبة القرية. تبع معي يا بطل. سميرة طالبة مجتهدة تسكن في قرية صغيرة. كانت تحب أهل قريتها وخاصة الأطفال. وعندما كبرت سافرت لتدرس طب الأطفال. وبعد أن أنهت دراستها عادت إلى القرية لتساعد أهل قريتها. في أول أيام عملها زارت سميرة مدرسة القرية وتحدثت إلى الأطفال عن النظافة وأهميتها في المحافظة على صحتهم. فرح الأطفال من حديثها وقدموا لها بطاقات شكر بطاقات شكر وعادوا إلى أهلهم يحدثونهم عن أهمية النظافة. والآن يا أبطال، بعد أن استمعنا لقراءة الدرس، هيا بنا نجيب شفويا. أريد إجابة كاملة على الأسئلة. أين تسكن سميرة؟ تسكن سميرة في قرية صغيرة. لماذا درست سميرة طب الأطفال؟ درست سميرة طب الأطفال لأنها تحب أهل قريتها وخاصة الأطفال. ماذا فعلت في أول أيام عملها؟ إجابة كاملة يا تاني. في أول أيام عملها زارت سميرة مدرسة القرية. أحسنتم. ماذا قدم الأطفال لسميرة؟ قدم الأطفال لسميرة بطاقات شكر. أحسنتم. والآن هيا بنا نحلل كلمة سميرة إلى مقاطع ونكون منها كلمات. ركزوا يا تاني. كلمة سميرة نريد أن نحللها لمقاطع. إحنا عارفين لما بدنا نحلل مقاطع يا أبطال يا حلوين، بنحط الحرف المتحرك في بيته لوحده، أما الحرف الساكن فهو ضعيف لا يستطيع الجلوس لوحده، فيمسك بالحرف المتحرك الذي قبله. أحسنتم. هيا بنا نحلل كلمة سميرة لمقاطع. سميرة بالتصفيق تاني. سميرة. أحسنتم يا أبطال. هيا نكون من حروفها اسم ولد.
سمير، أحسنتم. مادة قاتلة. صم، رائعين يا أبطال الحلوين. والآن سأعيد قراءة الدرس، أريد منكم أن تركزوا جيدا حتى تستطيعوا قراءته بشكل صحيح. طبيبة القرية. سميرة طالبة مجتهدة تسكن في قرية صغيرة. كانت تحب أهل قريتها وخاصة الأطفال. وعندما كبرت سافرت لتدرس طب الأطفال. وبعد أن أنهت دراستها عادت إلى القرية لتساعد أهل قريتها. في أول أيام عملها زارت سميرة مدرسة القرية وتحدثت إلى الأطفال عن النظافة وأهميتها في المحافظة على صحتهم. فرح الأطفال من حديثها وقدموا لها بطاقات شكر وعادوا إلى أهلهم يحدثونهم عن أهمية النظافة. والآن بعد أن قرأنا الدرس مرة أخرى هيا بنا نقرأ بعض الكلمات. من يقرأ؟ طبيبة. عيد ورايا تاني. طبيبة. من يستطيع أن يحلل كلمة طبيبة لمقاطع صوتية؟ ركزوا جيدا عندما نحلل كلمة لمقاطع صوتية نضع الحرف المتحرك في بيت لوحده، أما الحرف الساكن فيمسك بالحرف المتحرك الذي قبله. يلا يا تاني. طبيبة، حللوها بالتصفيق. طبيبة. رائعين. من يقرأ؟ تسكن. اقرأوا ورايا تاني. تسكن. من يقرأ؟ قريتها. قريتها. هيا نحللها لمقاطع صوتية. قريتها. أحسنتم. من يقرأ؟ بطاقات. عيد ورايا تاني. بطاقات. من يقرأ؟ زارت. زارت. من يقرأ؟ عادت. عادت. أحسنتم يا أبنائي. والآن لدينا نشاط. اختر الإجابة الصحيحة. يتحدث الدرس عن مزارع القرية، مهندس القرية، طبيبة القرية. يتحدث الدرس عن طبيبة القرية. أحسنتم. اسم الطبيبة كما ورد في الدرس: سمر، سميرة، خلود. سميرة. أحسنتم. يصف لنا الطبيب العلاج، الألم، المرض. العلاج. والآن يا أبطالي ما الحق الوارد في الدرس؟ حقي في العلاج وفي الرعاية الصحية. أحسنتم. إذا يا أبطال الحلوين اليوم تعرفنا على درس جديد من دروسنا في اللغة العربية، درس طبيبة القرية. وعرفنا كمان إن الطبيب هو الذي يصف لنا العلاج. من يريد منكم أن يصبح طبيبا في المستقبل؟ أحسنتم. إذا بعض الأبطال من صفنا يريد أن يصبح طبيبا حتى يعالج المرضى. أحسنتم يا حلوين. والآن لدينا نشاط بيتي يجب علينا أن نتدرب على قراءة الدرس جيدا مع ماما. مع السلامة يا أبطال.